بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية بعتذر علشان صوتي مش واضح، بس هو انا تعبانة شوية. اللوز هتموتني يا جماعة، اللوز هتخلص عليا خالص. يعني الحمد لله انا بعد الحقنة بتاعت المضاد الحيوي التالتة يا دوب بدأت انطق النهاردة. قلت اسجل لكم الفيديو بقى. وبمناسبة اللوز والتعب، ربنا يا رب يكفيكوا شر المرض يا رب، اللهم امين. هنعمل النهاردة وصفة حلوة. قالت لي الدكتورة لازم تاكلي حاجات مش مسبكة، ففكرنا نعمل ايه وافتكرت شوربة الخضار. قلت نعمل مع حبايبي شوربة الخضار. كلنا بنعرف نعملها، بس هي في تكة جديدة كده انا عجبتني خالص وعملتها، وقلت ايه لازم اعملها معاكم. ان انا اضيف عليها لسان العصفور. انا كنت بعمل شوربة الخضار عادي جدا، لحد ما شفت الفكرة بتاعت اضافة لسان العصفور ديت معاها، وقلت اما اجربها. عجبتني والله، جميلة جدا جدا. فقلت لو حد ما يعرفهاش يعرفها معانا، وان شاء الله نستفيد جميعا. انا خرجت بصلة زي ما انتم شايفين كده لحد ما دبلت، حطيتها على النار مع معلقة مادة دهنية، وبعدين ضفت عليها كيس البسلة الجميل ده اللي كنا مفرزينه مع بعض قبل رمضان. هنقلب البسلة والجزر كده مع البصلة. على بال ما يتقلبوا اكون انا قطعت بطاطساية وحطيتها معاهم، ونقلبهم مع بعض لحد ما يشربوا المية بتاعتهم، ونشوف هنعمل ايه. شوربة الخضار من الحاجات الخفيفة الجميلة جدا جدا، بس يعني محدش بيقبل عليها كتير. يعني مش عايزين بقى اكل العيانين دوت، لا اعمل لنا محشي، اعمل لنا مكرونه بالبشاميل، اعمل لنا الحاجات دي. فانا اجبرتهم بصراحه النهارده، ولما ضفنا عليها لسان العصفور عجبتهم جدا. يعني الولاد بصراحه، انا ابني من النوع المتعب في الاكل بتاعه، قال لي عجبتني يا ماما حلوه. فالحمد لله، يعني هي بصراحه جميله جدا. بعد يا جماعه ما شربت الميه بتاعتها اللي نزلت من البطاطس ومن الخضار، كنت بشرت طماطميه وشلت بقى الجلد بتاعها كده من بره، وحطيتها عليها، وعلى طول كانت الفراخ استوت. زودت منها الخضار بتاعي، وهسيب الخضار زي ما انتوا عارفين كده بياخد وقت في السوى. اول ما يدخل في السوى على طول هنحمر شوية لسان عصفور وهنضيفهم عليها. والله العظيم تحفة في منتهى الجمال، يعني هتعجب كل اللي هيدوقها، وطبعا هتطلع من ايديكم احلى واجمل. هنضيف عليها بس عشان نطعمها كده كيس من مرقة الدجاج الفورية، وكده تمام. بقول لكم بصوا، لايك بقى، لايك ما تنسونيش في اللايك. كده خلاص، هي خلاص هسيبها بقى تستوي، وتقريبا دخلت في السوا في الوقت ده. قلبت بقى شوية لسان عصفور زي ما انتوا شايفين كده، وعلى طول اول ما يحمروا، بس خليهم يحمروا معلش، اتك عليهم شوية، لانك لو بتسيبيهم بيض يعني لونهم فاتح بينشوا. لكن لما بتتك عليهم شوية في التحمير بيفضلوا زي ما هم بالقوام بتاعهم بدون نشا، حتى لو سبتيهم لتاني يوم. هنا بقى كنت قلقانة شوية من ان انا اضيف دوت على كمية الشوربة بتاعت الخضار كلها، خفت لحسن الولاد ما يرضوش ياكلوها. قلت اما اجرب في شوية كده، وخدت حبة من شوربة الخضار وضفتهم عليها. الولاد قالوا لي يا ريت كلها يا ماما كنت عملتيها كده. هنا بقى كنت هعمل جنبها شوية ملوخية خضرة. الملوخية يا جماعة انا بحب اعمل لها الطشة قبل ما احط الملوخية، يعني بعمل الطشة واحط الشوربة عليها تستوي التومة مع الشوربة. ما بحبش احطها على الوش، بتبقى تقيلة. لكن كده جربيها هتلاقيها تحفة في منتهى الجمال. وعلى طول هنزل عليها بالملوخية. الملوخية الخضرة يا بنات يا دوب يعني ما بتخليهاش تغلي، بعد ما بتحطيها بتقلبيها تقلبتين كده، وما تزوديش شوربة في البداية. يعني لو احتاجت بعد كده شوربة الموضوع في ايدينا، لكن لو بقت خفيفة طبعا خلاص كده الموضوع خرج من ايدينا خالص. كده خلاص كان الاكل استوى. وعملت جنبها رز بالشعرية، وطبعا انتوا اساتذة فيه جميعا، يعني ما كانش محتاج ان انا اضيع وقتكم معايا فيه. وغرفنا بقى شوربة الخضار لوحدها، وشوربة الخضار بلسان العصفور، والملوخية والرز،
وشوية جزر من اللي احنا مخللينهم مع بعض. وده كان الغدا بتاعنا، مش غدا عيانين ولا حاجة، جميل جدا وتحفة، وجربيها وبإذن الله هتبقي معتمداها في الغدا بتاعك. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.